تعال احكي لك يعني ايه اليوم فقط. اليوم فقط متاخده من المايندفولنس، وهي ان انا اركز على هنا ودلوقتي، على اللي انا بعمله دلوقتي، بدون النظر ايه اللي هيحصل قدام وبدون النظر ايه اللي جه قبل كده. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا وفرت طاقتي باللي انا بعمله دلوقتي بدون الوضع في الاعتبار يا ترى ده هينجح ولا لا، هدي احسن كواليتي للي انا بعمله، وبالتالي انا بالحقيقه بزود نسبه نجاحه. لكن لو انا قعدت طول الوقت قلقان هيحصل ايه، انا باخد من الطاقه بتاعتي اللي كنت اقدر اشتغل بيها في اللي انا بعمله وبضيعها في القلق. لو انا هقعد خايف لحسن يتكرر القديم، فانا برضو باخد من طاقتي في القديم ده وبضيع اللي انا كنت ممكن اعمله دلوقتي. طب ما هو القديم ده مهم، مهم ان انا اخد منه الرساله واتعلم منه حاجه، وده اللي يخليني اللي بعمله دلوقتي هو احسن حاجه من وجهه نظري دلوقتي. التركيز على ده بيقلل جدا القلق بتاعي، لان هو بيخليني مركز على اللي بعمله ومركز ازاي اطلعه باحسن طريقه. وواحده بواحده لما ده هيديني بعد كده في المستقبل نتيجه كويسه، ده هيخليني قادر اتبنى الطريقه دي في كل حاجه انا بعملها. هنا ودلوقتي في الحقيقه اداه قويه جدا جدا للتعامل مع القلق بتاعي، اداه تخليني بعمل اللي بعمله بضمير بشكل كويس وبتعلم منه طول الوقت، فيخليني واحده بواحده بتحسن، وطول الوقت انا بنمو وبغير في حياتي للاحسن. تعالوا نجرب نستخدم هنا ودلوقتي في كل حاجه في حياتنا، في شغلنا، في الهزار بتاعنا، في اللعب بتاعنا، حتى في الحب بتاعنا، ان انا ابقى واعي باللحظه بتاعتي، مركز فيها، مديها احسن كواليتي عندي، وسايب اللي بكره لربنا.